أطيب زربيان عدني اليوم رح نعمله مع بعض مع سلطة الجرجير. عندي هون 3/4 كوب زيت نباتي، وعندي هون 7 حبات من البصل قطعتهم جوانح وحطيت لهم ملعقتين طحين. رح نزلهم بالزيت وكرمل البصل بهذا الشكل. رح شيلهم على صحن في منديل كلينكس. بعد ما شلتهم هلا بجيب عندي دجاج ما غاسلته منظفته كتير منيح، اهم شي يكون شايله الجلد منه، اي نوع دجاج بتحبوه. رح ضيفه بالزيت شكل ما بقلبه على الجنب الثاني لياخد اللون البني المحمر. بدي احضر للخلطة. عندي هون كوب من لبن الزبادي، 4 اسنان توم رح ضيفهم، وعندي رح نزل البهارات اللي هي عبارة عن ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض، عندي نصف ملعقة صغيرة من الهيل، نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الكركم، وعندي ملعقة صغيرة من الكزبرة، وعندي كمان هون ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج. رح ضيفهم. كمان ضفت ملعقة صغيرة من الكمون، وضفت هلأ 3/4 كمية البصل اللي انا قليتها. رح اطحنهم بمحضرة الطعام. هيك هلأ هي الخلطة رح ضيفها فوق الدجاج وقلبهم كتير منيح. هلا 4 حبات من البطاطا قطعتهم مكعبات بهذا الحجم وراح ضيفهم فوق الدجاج. بعد ما قلبت الدجاج مع البطاطس بالخلطة، طبعا البصل بهي الوصفة ما ممكن تستغنوا عنه، البصل المكرمل. تمام. هلا بضيف كوب من الماء المغلي وبغطي الدجاج، بتركه تقريبا ساعة لحتى يستوي تماما. ساعة طبعا الدجاج قرب يستوي. هلا عندي طنجرة هون فيها مي عم تغلي، رح ضيف فيها تقريبا ملعقتين طعام من الزيت النباتي، ورح ضيف بهارات صحيحة اللي هي عندي ورق الغار وحبهان والقرنفل واللومي والقرفة العيدان، واتركهم هيك يغلوا شوي الزيت مع البهارات. هون ارز بسمتي انا غسلته كتير منيح وصفيته من المي، يعني كمية الرز تقديرية حسب ما انتو بتحبوه. انا هون حاطة 5 كاسات. رح ضيفهم فوق المي. بعد ما نزلت الارز هلا بتركه يغلي لمدة 10 دقايق لحتى تصير حبة الرز طرية، انا ما بدي اياه استواء كامل. بعدين بصفيه من المي وبضيفه فوق الدجاج. أنا هون حطيت 5 ملاعق صغيرة من الملح. هيك الرز حبة الرز اتفتحت وصارت طرية. رح صفي شيل الرز مصفى وحطه فوق الدجاج. هلا الدجاج إله نصف ساعة و5 دقايق بهذا الشكل. صفيه كله كتير منيح فوق الدجاج. هون ربع ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون وخيوط الزعفران، رح ادوبهم بشوية مي ورشهم فوق الارز. هلا هيك هلا عندي البصل، باقي البصل النصف الثاني رح ضيفه على طرف الارز، وبعدين بغطي الارز وبتركه على نار هادية لحين الاستواء. بشيل البصل على صحن وببدا بصب بالرز. صار وقت ندوق الرز. ديليشيس. لا تنسوا اللايك واشتراك ورنوا الجرس. شكرا مامي.